سلامي لضيوفك الكرام. يا اهلا بيك. بنتكلم عن المنتخب الاولمبي اكيد يا كابتن هاني. قول لنا الاول الفتره الجايه المنتخب بتاعك هيشتغل ازاي الفتره الجايه؟ ايه البرنامج بتاعك بشكل عام؟ والله باختصار كده يا كابتن مدحت، يمكن في الفتره اللي فاتت كلها كان في ده يعتبر سادس معسكر. احنا هنا في معسكر من امبارح، عندنا مباراه ان شاء الله وديه مع منتخب تشاد الاول يوم الاحد باذن الله. نعم. في الفترات اللي فاتت كان في معسكرات، كلها معسكرات قصيره بتنتهي مباراه. لعبنا مباريات وديه مع نادي انبي، مع نادي المقاولين، مع السلميه الكويتي، وعملنا مباراه مع الانتاج الحربي. دي تعتبر خامس مباراه بالنسبه لنا. الفترة اللي فاتت كلها يمكن باختصار اللعيبة طبعا اللي بتلعب في الدوري الممتاز، التعادل للدوري الممتاز، زي امثال حسام عرفات، محمد ابراهيم، شكري، عفروتو، المجموعة دي كلها يمكن انا قلت انها بتكتسب مباريات وخبرة الدوري المصري، وده شيء ايجابي جدا. وحاولت الفترة اللي فاتت يمكن اخترت مجموعة من اللعيبة، اكثر من 13 لعيب ما كانوش ليهم حظوظ في المنتخب، وبدأت اشتغل معاهم. في الفترة ديت يمكن فترة توقف، يمكن بعتنا للأندية، يمكن بخلاف طبعا النادي الأهلي والإسماعيلي وبتروجيت وحرس الحدود عندهم لقاءات في أفريقيا، وبعتنا للأندية كلها. فوجئت طبعا، بعتنا 7 أسماء لنادي الزمالك، فوجئنا ب3 أسماء بس بالنسبة للعيبة، وفي تخلف 4 لاعبين. مين الأربعة بقى اللي ما جوش يا كابتن؟ يعني كنت طالب يعني حسام عرفات، محمد ابراهيم، محمد الرفاعي اللي هو محمد ويا، وعمر جابر يكونوا موجودين في المعسكر دوت. وخاصة ان يمكن نادي الزمالك كان اخر مشاركة ليه في الدوري كان يوم 16 لمباراة النادي الاهلي، وعنده توقف لغاية يوم 3/5، يعني ما عندوش اي مشاركات في الدوري في خلال الفترة ديت. حتى ل20 سنة انا اجلت الدوري نظرا ان احنا عندنا معسكر وفي مباراة ودية، يمكن يعني دي مدروجة في البرنامج بتاعي اللي هو يوم الاحد باذن الله. يعني انت مبدأك انه لو اللاعب اللي انت بتضمه عنده مباراة رسمية سواء في الدوري او في بطولات افريقية مختلفة انت بتسيبه ياخد خبراته؟ مفيش شك يا كابتن، يعني دي خبرات، واحنا كنا بنتطلب هذه الخبرات يمكن في منتخب الشباب. دلوقتي اللعيبه يعني ده شيء ايجابي جدا انها بتشارك، وخاصه الدوري المصري كان يعني واخد انطباع القوه والاثاره والضغط الجماهيري. فحتى الولاد بيلعبوا في افريقيا، يعني حتى في حرس الحدود في عندنا يعني اسلام رمضان، عندنا محمد مهدي صبحي، عندنا حتى الكابتن فاروق جعفر يمكن كان عنده مؤجلات، عنده مباراه بعد بكره مع نادي انبي. عندنا 2 من طلائع الجيش هيلعبوا. هيلعبوا. كابتن فاروق قال لي ان هم هيلعبوا، فما فيش عندي اي مشكله طالما اللعيب بيلعب مباراه رسميه في الدوري، بالعكس ده احتكاك. لكن طبعا يعني انا في الفتره ديت انا عايز اشوف برضه، عايز اشتغل، لان يعني الوقت بالنسبه لي ضيق جدا. فانا فعلا استغربت من انت اول ارتباط رسمي امتى يا كابتن هاني؟ والله يا كابتن لسه القرعه ما اتعملتش، لكن من الواضح انها هتكون بعد فعاليات كاس العالم، يعني تعتبر في نهايه شهر يوليو اللي جاي هيكون عندي مباراه رسميه. يعني اجمالي يعني الوقت قرب جدا، ومحتاج في رحله التصفيات للاولمبياد. دي مباراه تمهيديه ربنا يكرمنا فيها ونخش على دوري مجموعات من خلاله ان شاء الله نوصل لسه مشوار طويل. انت ما لعبتش اي ماتشات وديه الفتره اللي فاتت دي خالص؟ لعبت 4 ماتشات يا كابتن، كلها يمكن انت عارف كل الفتره اللي فاتت كان اللعيبه كلها مشغوله بالدوري، ويعني الهيكل الاساسي بتاعي تقريبا 13 لاعب بيلعبوا في الدوري. فانا جمعت لعيبه شايف انها ان شاء الله هيكون ليها دور في الفتره اللي جايه. لعبت 4 مباريات، كلها مباريات يعني داخليه مع نادي انبي، مع المقاولين العرب، مع الانتاج الحربي، مع السلميه الكويتي. كلها مباريات اعداد، يعني المجموعه اللي انا شايف باذن الله الفتره الجايه ممكن يكون ليها نصيب معانا يعني. طيب هل اتكلمت مع الكابتن حسام حسن او الكابتن ابراهيم حسن ان هم ليه ما بعتوش ال4 لعيبه اللي انت طلبتهم بما ان ما عندوش اي ارتباط؟ يمكن في الفتره اللي فاتت برضه بيقولوا ان انا ما بنسقش، لا بالعكس، يعني انا بعت ولغايه امبارح على تليفونات يعني طول النهار ما حدش بيرد عليا. اضطريت اتصل بالكابتن محمود سعد، لان الكابتن محمود سعد طبعا هو مدير قطاع الناشئين في نادي الزمالك، والولاد دول تحت السن. قال لي طبعا هتكلم مع الجهاز الفني لنادي الزمالك، ما حدش سال. طلبت وليد، ده الاداري اداري الفريق الاول لنادي الزمالك، قال لي برضه هعرض الامر على الجهاز الفني وما حدش رد علينا. فطبعا صعدت الامور للكابتن، اتكلمت مع الكابتن فتحي نصير، اتكلمت مع الكابتن صلاح حسني، وطبعا لازم يكون في اجراء، يعني ما ينفعش يكون في توقف واحنا عندنا مباراه، والمنتخب الاولمبي يمكن فتره اعداده ضيقه جدا وما فيش ارتباطات. انا اتوقع يعني انا كنت
يعني اتوقع المساعده اكتر من كده، لان طالما النادي الزمالك عنده ارتباطات رسميه ما عنديش اي مشكله خالص ان اللعيبه بتلعب وبتلعب ودي بتستفيد. طيب لكن يعني في فتره 20 يوم يا كابتن، يعني حتى احنا عندنا مباراه يوم 25، لو الاولاد لعبوا 25 يوم 26 هيكونوا موجودين في الانديه من 26 ل 3/5 اعتقد ده 10. لا مقبول جدا.